الفلسطيني تسجيلا صوتيا جديدا للطفلة الفلسطينية هند رجب يوثق لحظات الرعب التي عاشتها وهي محاصرة ووحيدة ومن حولها الدبابات الإسرائيلية وبين جثث أقاربها الذين استشهدوا بنيران الاحتلال. واستشهدت هند بمفردها عندما قصف الاحتلال لأول مرة سيارة الإسعاف التي كانت متجهة لإنقاذها على بعد أمتار قليلة منها، ما أدى أيضا إلى استشهاد مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني يوسف زينو وأحمد المدهون. ميتين؟ وهم هلأ معك بالسيارة؟ انت هلأ وين متخبية هلأ؟ وين انت هلأ محمية؟ بالسيارة. جوا السيارة انت صح؟ مش برا السيارة؟ صح. طيب خليكي يا عمري بالسيارة، أنا رح أتمني فاتح الخط معاكي، أتمني أحكي معك، ما بدي أسكر التليفون، تمام؟ الدبابة جنبية. الدبابة وين؟ جنبية. الدبابة جنبكم؟ ما عم تتحرك ولا واقفة؟ نزل حدا منها؟ هي بتتحرك. تتحرك؟ طيب هي بتتحرك جنب السيارة ولا هي جاية من ورا السيارة أو من قدام السيارة؟ من قدام السيارة. هي جاية عليكي من قدام السيارة الدبابة؟ قريب كتير؟ كتير. وعم تمشي؟ طيب ما بدنا نخاف. نحكي معي. أنا معك يا عمري، أنا معك، أنا معك ليجي حدا ياخدك، ما بدي أسيبك لحالك. لما يجي حدا بتفصل طيب؟ إيه؟ لما يجي حدا يكون بتفصلي. لا أنا بدي أتمني معاكي لأطمن إنه حدا هلال أو حدا جاي ياخدك. بديش أفصل، حتى أنت إذا أجا لا سمح الله الجيش ما تفصلي، خلي الخط مفتوح، ما بدنا نفصل، أنا معاكي. أنا تعجبيني. إيش يا عمري؟ خليكي معي. يا حبيبتي يا عمري والله معك، هيني أنا مش تاركك، بحكي معاكي، ما بدي أصلا أتركك. أكثر من ساعة. إيه؟ أكثر من ساعة. أنا بكون محزونة حتى ليلة. إيش؟ حبيبتي والله لو بإيدي رأيكي نحكي يا الله. يا رب تحمينا. يا رب تحمينا.